كل مشاهدي شاشة تلفزيون دبي وحلقة جديدة بنبتديها مع حضراتكم وسوالفنا حلوة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هيكون فيها مروان عبد الله صالح، ندى الشيباني، ابتسام إبراهيم، بشار غزاوي، إبراهيم بادي، وبيارات أطريب. انت غلطتي في اسمي؟ ابتسام ايه؟ ابتسام ابراهيم. ابتسام امين. يعني نفس اسم عيلتك. عيب عليا قوي على فكرة. كيفاش نسيتيني؟ خرجي برا. لانه ابراهيم عاد حدا ميمي برا. هو هي عرفت على الاثنين مع بعض، ابتسام ابراهيم. ابتسام امين. لا، لا أصل أنت مش تعيدي فاهم. من الاول. ابتسام امين. تحيه بقى لبابا امين في مصر. وبابا في المغرب. اصل انت مش فاهمه، وانا عماله اقدم كده لا يا جورنال معانا في البلاتو، انا مش عارفه في ايه يا ابراهيم. الحلقه بدات يا بابا. بس مسوي لي صداع. اكتشفت انه كتاب فن الحرب لماكيافيلي اللي بيتكلم عن الهمجيه والفوضى بديل للدوله، اول مره اعرف انه في مفكر استراتيجي الماني اسمه فون كلوزفيتش كاتب كمان، هو يعتبر كان مفكر استراتيجي، كاتب كمان شيء اسمه فن الحرب. وما علينا، انا بس غصت في الموضوع هذا. اللانهائيه في اللامبالاه مع اللا شعور بتولد حاجات كتيره قوي في الوسط اللا ضوئي. ما فهمتش ولا حاجه من اللي انت قلتها. ما تعرفي ماكافيلي؟ عارفاه كويس جدا طبعا. طبعا تعرف ماكافيلي. طبعا هذا شخص ظلم ترى. ها؟ ليه بس ظلم. هو لا ليش ظلم؟ ظلم لانه كل الناس بيبرروا، خلينا بعض الحكام الان بيبرروا القمع واللي وليش بيسووه كذب على والممات. الناس وقالوا ما انا ميت وبعدين رجع لهم عقب كم من سنه؟ لا هذا وين ده؟ وانت وين؟ لا هو ماكافيلي. يا رجل لا قد ماكافيلي. الحلقه يا قد رجل الحلقه. ادخلوا يا جوجل. رجل. ادخلوا جوجل واسالوا عمي جوجل. جوجل سألوا الحاج جوجل. اسالوا الحاج افتح جوجل صفحة. وشوفوا. طب نبدا الحلقه. ايوه خلص نبدا الحلقه. احنا النهارده معانا موضوعين احلى من بعض على فكره، وبيتهيالي الموضوع الاولاني كمان هيشد ناس كتير جدا جدا. بس قبل ما نبدا طبعا وكعادتنا لازم نستقبل معانا ضيفنا. الحقيقه هو فنان ومدرب موسيقى، وفات بتجربه جديده شفناه برضو على شاشه تلفزيون دبي. كان هو عليه ان هو بعض الشيء يحدد مصير شخص عن شخص اخر من خلال اختيار الاصوات. مش هتكلم عنه كتير، هنستقبله معاكم على طول. بنستقبل معاكم الفنان ومدرب الموسيقى حسين أسيري.
البنات هذول لهم في هذا البرنامج 4 سنوات، واول مره اشوف الاستوديو يهز بهذا الشكل اللي شفته. وصل الجمهور يشجع على وعشان فكرة. كذا بس تحيه لهم كلهم. مع الهز هذا انا بقول الواقع اللي شفته، بس حتى مروان هز، فعشان كذا الاغنيه هذه بهديها لزوجتي. الله يعني حسين انت عملت طاقه ايجابيه في بدايه الحلقه فراح تكون اصلا انا طبيعتي احب الاغاني السريعه، يعني انا من عشاق الاغاني طب السريعه. انا عايزه الفيفوريت اعمل عندي. يعني ريوايند للي حصل وانت قاعد كده جنبي، نسمع بصوتك ونشوف الاثنين دول بس بيشجعوا ازاي. يعني غني نفس الاغنيه أغني تاني، نفس اول الأغنية؟ اول جزء بس وشوف الاثنين دول عملوا ايه. خد المايك معاك اهو. مع يلا. الصرخه مع لا الصرخه اول شيء كنا محترمين. مع الصرخه مع الصرخه. رقم واحد انت في قلبي، انت رقم واحد. لا واحد يقدر ياخذ. والله رقصه حلوه، يا ريتني كنت اعملها في الكليب. انت لو شفت ابتسام احنا اتخضينا طيب هذا مشاهدينا هو فاصل. مريض، هذا هو مريض ها. والله مع انه هو مريض اليوم صح. لا كده صح معانا. فاصل مع الاعلان وراجعين على طول. خليكم معانا. الموضوع الاول في حلقتنا النهارده عباره عن علامات استفهام كتيره جدا محيره للبعض، مقبوله من بعض الناس ومرفوضه من العامه. احنا بنتكلم عن ظاهره او حاجه البيوت العربيه كتير منهم بيعيشوها، وهي وجود زوجه تانية في البيت. الحقيقه بشكل عام دايما في فكره ان الزوجه التانية دي خطفت رجاله، وما نعرفش اذا كانت الزوجه الاولى احسن لها انها تعرف انه جوزها متجوز عليها، ولا هو الدين الاسلامي بيقول ان هي لازم تعرف وياخد اذنها كمان. لكن في ناس كتير جدا ما بتعملش بالطريقه دي، وبالعكس بيتجوز وبتبقى طبعا في كسره كبيره جدا لكرامتها وكبريائها، ولو عرفت من بره بتبقى يعني مشكله المشاكل. بيتهيألي كتير مننا شافوا الحكايه دي، ومعانا الحقيقه حد عاش التجربه دي. نستقبلها معانا من السعوديه السيده سعاد الشمري. اهلا بحضرتك معانا. وحضرتك كمان ناشطه في مجال حقوق المراه. فاولا هي اسئله كتير زي ما احنا قلنا، ليه الراجل بيلجأ لزوجه تانية؟ هل بيحس انه بقى مهمل بعد ما مثلا الزوجه الاولى خلفت، بقى فيه اهتمامات عندها، الاولاد، البيت، بقى هو مهمل ما بقاش لاقي الرعايه الكافيه؟ هل لان الرجاله دايما عينيها زايغه؟ هل لان الست الزوجه الثانيه، اسمحي لي في الكلمه، خطفت رجاله وهي اللي بتلعب على الصيده لغايه ما تصطادها؟ طيب خلينا نتكلم، لانك قلتي معنا سعاد الشمري من السعوديه. بمجتمعنا احنا في السعوديه النظره دائما الذكوريه المتشدده هي اللي تبيح للرجل دائما انه يفعل كل ما يريد. فنشأ الرجال وترعرع وتربى على أنه الرجل صاحب قدرات وطاقة هائلة، وأنه زوجة واحدة لا تكفيه، وأن المرأة تنشغل بخدمة أطفالها وبالاهتمام بنفسها فتنشغل عنه. ده الدين الإسلامي بيشرع 4 زوجات كمان. الدين الإسلامي شرع الطلاق، لكن هل الدين سعى للطلاق؟ لا طبعا، أبغض الحلال عن الطلاق. إذن هو التعدد لا فرض ولا واجب ولا سنة، وإنما أبيح لأسباب معينة. كذلك الطلاق أبيح لأسباب معينة، إذ الرسول عدد وطلق، لكن لا يعني ذلك أني لازم أقتدي بهذا الشيء وأفعله. شوفي، احنا قلنا قبل شوي ليش الرجل يقول الزوجة الأولى تلهي عني أو تنشغل عني وعنده خدمات؟ لأنه تعود على حياة السلطة ولا يستطيع أن يشارك في الحياة الزوجية، فعلى الزوجة داخل المنزل أنها تفعل كل شيء، وإذا قصرت هو يستنى أي عذر علشان يبحث عن الزوجة الثانية. أنا أتكلم بحيادية وأتكلم بواقع، مع أني دائما أنا كنت الزوجة الثانية. دائما اتكررت أكتر من مرة. ولا مرة تزوجت كنت الزوجة الأولى. كم مرة كنت الزوجة الثانية؟ وعايزة مرتين. وفي المرتين ما كنتيش حاسة ان انت بتخطفي حد من مراته؟ ما كنتيش حاسة انه بتبوظي بيت او عائلة؟ انا قلت لك انا اتكلم على مجتمعنا المغلق المحافظ في السعودية، ما في مجال انك تخطفي. يعني انت ما انت عايشة بمجتمع مفتوح في حياة تشاركية والتقاءات مختلفة علشان تخطفي ولا تخططي انك تاخذي زوج من زوجته. امال قابلتيهم ازاي؟ ما في شيء اسمه مقابلة ولا لا يا ابراهيم؟ كيف كانت ردة الفعل الزوجة الأولى معك؟ هل كان بالترحيب أو كان في يعني كان طبعا المجتمع والزوجة الأولى يجب أنها تقبل.
يعني المجتمع القبلي. تضغط على نفسها وتتحمل الألم، ويجب أنها تقبل لتكون زوجة بارة، لا وتقبل بهذا الوضع عشان هذا سبيل لدخول الجنة وطريق لمرضاة الرب. ليه انت قبلتي تكوني الزوجه الثانيه؟ ما في خيار، مو تقبلين، أنت الأهل هم اللي يتحكموا في مصيرك. أنت تتكلمين مع سعاد الحين اللي بلغت هذا المرحلة من العمر ومن النضج، ومن أن كانت أصبحت عندي قضية في حياتي اللي هي قضية المرأة السعودية ومعاناتها، ولا تتكلم على سعاد اللي كان عمرها في البداية 17 سنة ومثل كل الفتيات في ذلك السن على طول. طبعا ما في مسألة خيار أو مو خيار. ابراهيم، من نفس المجتمع السعودي، رايك ايه في اللي بتسمعه؟ وقبل الكلام هذا له 18 19 سنة يعني برضو الأوضاع الآن تغيرت، صح؟ بشار، في موضوع، في شيء علمي في هذا الموضوع، علمي قبل الشرع وقبل المجتمعات وقبل ومن ناحيه علمي في علمي. ايش يقول العلم في الموضوع؟ والله انت يعني خليتني ادخل في الموضوع مبكر، انا كنت حابب اضل الاخير عشان زي ما تحكي نفجرها كقنبله. فتبغاني ارجع واخليك للاخير يعني؟ يس. ايه ده انتوا في استعباط لوجودي في الحلقه؟ لا معلش سيادتك، اصله الحوار بيمشي كده على الترابيزه وانا معلش لا احنا نتاسف وما طب بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا مبسوطه جدا. حسين واحنا قبل ما نطلع الفاصل قال لي انا ضد الزواج الثاني. أنا ضد جداً. اهو عنده الاوبشن وهو رافض، فانا بحييه جدا بصراحه. اسمع كلامي في الاخير بس وبعدين. هنسمع راي حسين، بس بقى الاول ناخد راي ابراهيم. اتفضل. طيب بس انت لا تفهمي ابدا انه هذا تجاوز لسلطاتك. ماشي، هعديها لكم المره دي، بس المره الجايه لا يمكن ابدا. طيب انا بس تو كلاريفاي ثينج، يعني عشان نوضحها. اوه ماي جاد، يو سبيك انجلش. اللي بالبرازيلي كمان. لا نوضح الامور. مش انا ضد، يعني انا شخص ما اشوف اني اقدر اني اجمع بين امرأتين، يعني ما يدوب واحده، يعني يدوب واحده لفكري لعقلي، يعني ماكسيمم. هذا ليس حبا في النساء، يعني مو بالعكس، يعني مش عشان خاطر النساء. في النساء قصدك؟ لا مش عشان خاطر النساء، بس انا ما اقدر انسان كرجل ما اقدر اتحمل مرأة على راسي اكثر من واحده. انت واقعي، يعني اكثر من واحده انا ما اقدر. انت انسان واقعي، يعني لا يفهموا انه انا معاهم يعني. بالعكس تماما. يعني اليوم بدل ما ندخل في كلام كثير انقال وانكتب في القراء المعاصرين للقران والقراء القدامى، وش اللي انقال وش اللي لا، وهل اليتامى ومش هل ام اليتامى هي اللي تتزوج ولا مش، هذا كلام اظن مكانه هو الكتب والبحوث وما حنخلص فيه هنا. أنا اليوم يمكن خليني أتكلم بشكل عام، لأنه الزوجة الثانية تعني أشياء كثير، تعني المسيار والفرند والمسفار يعني وأشياء كثيرة، يعني حتى لو حبيتي تقولي والعشيقة حتى تحت يعني تحت المفهوم، لأنه ممكن تكون زوجة ثانية لسنة سنتين وانتهت القصة. كل هذه المعاني تعنيها الزوجة الثانية. لكن أبغى أسأل نفسي اليوم، إذا الرأي طبعا ليس هنا حديث عن الشرع أبدا، أنا أتكلم كشخص وجهة نظر. إذا اليوم أقول أنا أبغى أفتح الباب على مصراعيه للرجال عشان يتزوجوا زوجة ثانية، إيش أحتاج في المقابل؟ أحتاج في المقابل إني أهيئ الانفراستراكشن، إذا صحت المفردة، البنية التحتية للمرأة. كيف؟ لا أجعل المرأة تستغل. يعني اليوم لا تكون المرأة سبب أنها قبلت بالزوجة الثانية أنه ما عندها عمل، لا يكون سبب عدم قبول المرأة في الزوجة الثانية لأنه ما حتلاقي زوج. دل راجل ولا دل حيطة بالضبط، يعني. لا يكون سبب قبول المرأة هو مجتمعها وغصب مجتمعها وأنها حتكون مطلقة، لا يكون هذه كل الأشياء اللي لو قدرنا نربي عليها المجتمعات توعية وكذا، يعني على مستوى التوعية، على مستوى التهيئة، على مستوى أن المرأة تخلص دراستها وأنها تعمل وأنها تهيئ في قيادة أنها تكون مستقلة. بس ده على رأي مدام سعاد كانت بتقول أن ده يمكن في الجيل الجديد، يمكن قبل لا كده لسه ما كانش ده ولا واضح. وصلنا لا نظلم الناس اللي بتتعلم بره وبتسافر وبتبعت ولادها بره دي لا. بدافع عن السعوديه هنا، لا نظلم المجتمع السعودي ونحصر انه المساله هذه في المجتمع السعودي. انا اتوقع المساله هذه موجوده في مجتمعات كثيره عربيه وغير عربيه تاخذ في هذا الاتجاه، انه المراه اللي ما عندها عمل، اللي الزوج ممكن يتزوج 3 و4 ويلمهم مع بعض ويحطهم تحت بيت واحد. بس انا بقول كمان نظريه اخرى قد الناس لا ينتبه لها. احنا نعرف قصه انا وبشار مشتركه، في صديق لنا مشترك، زوجته قاعده تحاول تقنعه انه يتزوج واحده صديقه لها عشان يجتمعوا تحت باب واحد، بيت واحد. هذا بشار يعرفه واظن يتفرج علينا وكلنا نعرفه يعني. الان الاستثناءات، الان اللي ابغى اقوله انا ايش؟ ابغى اقول انه اليوم في حريات في العالم، لا نترك المراه. واحده عايزه جوزها يتجوز صاحبتها. بالضبط. لا من دون ما هي كانت تختبره، يعني من دون ما يعني معرفتي بهذا الرجل انا وبشار انه هو هذا فعلا الحدث. لكن ابغى ارجع واصر واقول خلينا نهيئ المراه انها تكون مستقله، وبالتالي في حال قبلت بأن يكون لها زوجة ثانية أو ضرة
هذا يكون كامل خيارها، مش طيب، لو استغلال. نسمع حسين بس ثانيه واحده بعد مدام سعاد، اسمع بس راي حسين. انت رافض ليه؟ انا رافض تماما. الزوجه الثانيه مع احترامي طبعا لك مدام سعاد، الزوجه الثانيه هي انسانه تبني سعادتها على تعاسه الاخرين وعلى خراب بيوت الاخرين. في بعض الحالات الاستثنائيه ممكن، بس كثير ما عندها غالبا هي خيارات. تخرج. وفي ممكن مثل اخر، يعني انا ايضا اسف، بيقولون هي حراميه بعقد شرعي. بس هي ما عندها مرات خيارات. تكون ما مظلومه عندها مجبره خيارات، مثل ولكن ما مدام تبني سعاد. سعادتها على تعاسه الاخرين. الرجال اللي ما يقدر على زوجه واحده بلا ما يتزوج. بس يا مثلا إما ما حالة يتزوج مدام سعاد أو ما انا يتزوج بعرف أكثر من عيونها زوجة. الحزن انه كان ودها تكون زوجه لواحد، بس فرض عليه انها تكون زوجه ثانيه. ولحظه انا بس ارى الان مظلومه. بس بقول لك حاجه، انت عارف انا عانيت اني زوجه ثانيه اكثر مني زوجه اولى. مالك حق باي حاجه ثانيه. السواق، السياره لازم تستأذني. حتى الاغراض، الاشياء البسيطه، ابنائي ماني قادره اتحكم فيهم، لازم استاذن يمكن اخوانهم يمكن الكبار. بسبب لحظه، ما في. ما هي ما انا اختارت، شايفه هي ما السعوديات، اختارت. الزوجات الثانيه والثالثه والرابعه السعوديات يعانوا اكثر، لان السلطه بس الاولى السعوديات. انا اتكلم يمكن عن مجتمعنا في مش بس البحرين، بس الدم انا الاساس صاحبه طيب الكلمه هي الحين الاولى. يعني سبحان الله لما الله اشترط العدل حتى داخل في الابناء. الحين ابنائي ما عاد عندهم احد يربيهم، استهلك ابوهم، مشكلة رب رجل. الاحفاد، هي مشكله رب رجل الاحفاد. فابنائي قد إذا الاحفاد، المفروض الزوجه الثانيه ما ابنائي توافق. قد الاحفاد. فهو مش فاضي لهم زي الكبار اللي رباهم وانتبه لدراستهم وجلسهم معاه واخذهم معاهم للمسجد ونومهم بكير، بالضبط. إذا أنا صح. وكلهم وشربهم وصرف عليهم حتى يعني ما أنت يدري من هم فين تلومي؟ حتى. يعني اللي قلته من صح، تلومي معناته أنت انه في غلط. المجتمع؟ المفروض هو حتى أنا اذا هي غلط. تزوجت أنا ايضا لا الحين لابنائها غلط. هذا شيء جيد، أبداً ولا ولا شيء. الاب لما يكون خلاص. شاب يربي ابنائه طب انت غير لما من يكون تلومي محسن. في الحاله هذه في حالتك انت شوفي هي الشخصية؟ منظومة وثقافة منظومة مختلفة. مجتمع. طيب. بس لما قلت المرأة السعودية، المرأة طبعاً، أنا لحظة ألوم لحظة، المرأة. لما قال مجتمعنا بس هي كانت مالومه، صغيرة احنا ما اختارت. السعوديات مش زي الخليجيات ولا اي مكان في العالم. خلينا نروح احنا على مطلوب منا الإمارات. ولي، احنا مطلوب منا ولي امر بكل شيء. هتدخلي معلش، بموضوع احنا مطلوب منا محرم، احنا مطلوب منا الورقة يوقعها رجل. يعني هذه صاروا هذه البنات مسائل عامة يتزوجوا، سعاد. البنات صاروا يتزوجوا والسيدات والمطلقات سيدات الاعمال عشان يكون في واحد بدل الوكيل يعني الشرعي رجعتيني بدل للربع طيب الأول الحاكم. اللي يقول استاذنكم بس بس هتوجه بالكلام تفضلي، لمروان. تفضلي. مروان برضو مجتمع خليجي، وكتير ساعات بتبقى العيله حابه تجوز ولادها لبعضيهم، يعني ابن عم مع بنت خالته، يعني الموضوع بيبقى ماشي بالطريقه دي، ما بيكونش عن حب. وده بيبقى سبب بشكل كبير جدا ان هو اوكي بياخد دي الزوجه الاولى ليه وبيخلف، وبتبقى دي اللي بتظهر قدام الناس معاه وكل حاجه، لكن هو بيحب ويتجوز حد تاني. يعني هو بيدور بقى على الحب، بيدور على الرومانسيه، خلاص دي تقاليد وعيله وحاجات رسميه لازم تحصل. بنسبه قد ايه لسه الوضع ده قائم؟ انه عشان بس نحافظ على العيله والسلاله يبقى لازم يتجوزوا من بعضيهم؟ والله شوفي حاليا اذا اتكلم انا بالواقع اللي قاعد يصير في الامارات، انا يمكن اشوف الوضع صار 200% بالمنظر ده. بالمنظر هذا. يمكن أنا والزواج في الثاني قد المحيط اللي ايه؟ انا عايش فيه، يعني اصحابي وعيال عمتي وعيال خالتي في نفس السن من ال20 لين 30 سنه على 10 سنوات، تلقين انه انفرض عليه انه اختيار يكون يا ابن عمته يا بنت خالته يا كذا حد من العيله. لكن هو هيئ نفسه، تعرفين انت دبي ما شاء الله من بدايه التسعينات هي منفتحه على عدد كبير من الجنسيات المختلفه المتواجده في دوله الامارات وخاصه في دبي. فالمواطن اليوم لما يشوف هالجنسيات المختلفه يبني علاقات، في صار تعدد علاقات ما قبل الزواج. تعدد علاقات، تلقى يحب الاماراتي ويحب الكذا ويحب كذا ويحب كذا، فلما يحط نفسه في مسؤوليه، اوكي احنا اللي نعرف في مثل يقول صاحب بالين كذاب ومش عارف بالمسؤوليه، لكن لما ينفرض عليه انه ياخذ ابن بنت عائلته ويرتبط فيها، صدقيني اوريدي انا يمكن انا من تجربه شخصيه وحد مني وفيني وقريب مني، يمكن هم 4 وعندهم زوجات ثانيه وزوجاتهم الاصليه ما يعرفون ومخلفين على فكره. بس انه هو عنده انه كيف انا افاتح اسرتي اني انا متزوج، اوكي هو حب الانسانه الاجنبيه. طب هنرجع تاني للمجتمع الخليجي، او خلينا نقول كمان المجتمع الاسلامي، المجتمع المسيحي. بيارات بالنسبه لنا احنا الموضوع مختلف، احنا ما عندناش، يعني انا في مصر ما عنديش، اتجوزت مره لبست في الحيطه وهو ده اللي هكمل معاه العمر كله ومش هروح في اي حته. صح، لانه اذا بدها مره الارثوذكس تانية تفوت تحديدا على الخط، يعني المرة الثانية إذا فاتت على الخط بمجتمعنا تعد عشيقة ومش زوجة ثانية. هلا في سيدات يمكن بيفضلوا إنه زوجهم يكون عنده عشيقة وما يطلقهم أو يتركهم تيرجع يتزوج المرة الثانية، باعتبار إنه العشيقة رح تكون يمكن علاقة عابرة نزوة. قد إيه بدها تضاين؟ سنة سنتين يمكن ماكسيموم وبتقطع. يمكن هيك هن بيقبلوا بيقتنعوا، بس أنا بكل الأحوال بحس في صعوبة عند المرأة تعرف إنه في مرة تانية عم بتشاركها زوجها، بغض النظر إذا كانت
زوجته الثانيه او الثالثه او الرابعه، يعني انا بحس انا شخصيا هذا الموضوع ما بقدر ما تقدريش تستحمليه. أي. ندى هانم مع تعدد الزوجات. لا مو بهذا الموضوع، انا اللي بتكلم فيه عشان بس نجمع بين ابراهيم ومروان واستاذه سعاد. هي قالت عن المجتمع، احنا المجتمعات الخليجيه مجتمعات قبليه، ففكره ان تكون في زوجه ثانيه وثالثه هذه مقبوله وهي السائد وليس شو يقولون الاستثناء. هذه واحد. اثنين، الزواج عندنا في مجتمعاتنا يكون سن الزواج صغير، فهو يتزوج عمره 20 21 22 للحين ما شاف حياته، ما نضج، ما يعني ما عاصر الحياه. لا خل بجيك في الكلام. فهو لما يكبر مع هذه البنت اللي تزوجها سواء كانت من عائلته او من اهله او من قرايبينه، يكبر عقب 10 15 سنه يحس ان هذه ام عياله، يحس ان مخه تغير، تفكيره تغير، فيبتدي يدور على اشياء في امراه اخرى غير الاشياء اللي توفرها، يعني تفكيره تبدل بوحده يعني تناسبه في مستوى تفكيره، مثلا يدور عن حب وعاطفه يعني اكثر تفتح. اي تفتح ومن هالكلام. ف بالتالي يعني انا مع ان يكون الزوج يكون يتزوج زوجه ثانيه. انت هتتجوزي انت لو انا جاتلك انا مغلوطة غير مقبول ده. قديش تقبلي على السؤال شنو؟ هذا؟ الظروف تختلف من واحده لواحده. اذا كان انا ارجع كمان لا يعني بيارات مثلا بشكل عفوي قالت لك انا ما اقبلش فكره وجود ست، هل بنقدر نستحملها ولا لا؟ انا هو ده اللي انا بس بتكلم اجاوبك فيه. على سؤالك لانه هو مرتبط ببياريت. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله اذا زوجي في يوم من الايام تزوجت وهو فحب انه يتزوج زوجه ثانيه، بس جاني تكوني وقال لي عارفة. ابي اتزوج زوجه ثانيه، عندي انه يكون عنده زوجه ثانيه، وهي الزوجه الثانيه اذا كانت انا اعتبرها هي عدوتي، اعرف عدوتي احسن مما يكون عنده عشيقه تعرف يعني تعرفي وانا ما اعرفها. تفضلي بسيطه المساله يعني. شوفي هي الكلام اللي قالته هذا الكلام اللي تربى عليه غالبيه النساء في الخليج وفي المجتمعات القبليه المحافظه، انه يحق للزوج تو بدا ينتبه انه يبغى له وحده توافقه فكريا، تو بدا ينتبه بعد ما استهلك بنت الناس انه يبغى له وحده تعطيه عاطفه وحب وحنان. يعني عارفه ايش مشكلتنا؟ اننا عمرنا ما زرعنا الفضيله في داخلنا. المشكله اننا تعودنا نحط حراس على الفضيله، فهو بدل ما يزرع في زوجته والمجتمع يساعده انه يزرع في زوجته الحب والحنان والعاطفه والاحتواء الفكري وكل القصص هذه اللي نلقاها شماعه نعلق عليها النزوات والاخطاء، قاعد يدوروا في الخارج والبنات قابلات في هذا الشيء. انت ما تحبتيش من زوجينك الاثنين؟ ما حسيتيش ان هم حبوكي؟ خلينا الحين نكمل نقطه مهمه. عايزه بس اعرف. مهم عايزه اعرف لان انا حاسه ان انت من جواكي مش مبسوطه، وحاسه ان انت انا لما لقيت ابنائي يعانوا اكثر مني ولقيت الرجال يستبيحوا بهذه النقطه بدون اي حدود، بدون اي شيء يعيقهم، بدون اي مانع، لقيت انه المظاهر اللي قاعده تطلع اشياء مهوله. يعني انت موافقه في المجتمع السعودي؟ انا ماني حاطه حدود، ماني حاطه اي حدود. انا جدي متزوج 5 وابويا متزوج 2 وعمي متزوج، انا مره كنت السابعه وترقيت للثالثه. يعني شفتي؟ فاحنا اليوم المجتمع، انا هذا اللي بقوله. شوفي انا شفتي كيف اقول لك مين؟ جدي على ابويا على عمي ابو زوجتي متزوج 3 ويبغى يتزوج الرابعه، فانا من مجتمع خرج وتركب بهذه التركيبه. في المقابل ايش اقول؟ انا زي ما اطالب بالحريه لكل الناس، بقول انه المساله هم احرار اذا ما كان فيها استغلال، ونقطتي هي في الاستغلال او انتهاك للحقوق. مثلا. لكن ابغى اقول لك حاجه الحين، معلش عشان انا متألمة. الحين شوف العرب، ايوه شوف العرب الحين، خلونا نتكلم صراحه، واحنا شوف الاجانب وهم كبار في السن كيف رايحين لشرم الشيخ من الحين وعمرهم 60 قاعدين يسوون شهر عسل جديد. هيروحوا شرم فيها قروش دلوقتي، هيروحوا حته ثانيه. وحنان اللي انا اقول لك فين شفتهم لاني ما طلعت برا، وشوفوا الحنان والتوائم والعاطفه بينهم، وشوفوا كيف كل ما كبروا وكل ما كانوا اكثر التصاق واحتواء البعض، وما هانت عليهم عشره السنين. لكن احنا ايش تربينا؟ بكل سهوله تهون علينا عشره السنين، وبكل سهوله الاعذار موجوده، ومع ذلك لا الزوجه الاولى ولا الثانيه ماسك يدها، كل واحد فيه مجتمع اختلاف المجتمعات. معلش بشخصيتك وبانطباعي عن شخصيتك، انت شخصيتك قويه. انا حاسه ان انت لو حسيتي ان جوزك اتجوز زوجه ثانيه هتقتليه. كم زوجه قالت؟ لا انا من كلامها خلتني يصعب
يعني تصعب نفسي علي وتصعب علي كل النساء العربيات للظلم اللي احنا عايشينه، صحيح. سواء انا متفتحه او من المغرب او من الخليج او يعني لماذا دائما الرجل له حصه الاسد في كل شيء، حتى في اختيارات، حتى في اللعب بشعور المراه اللي هي مثله، اللي هي انسانه مثله، والمراه ما لها اي كلمه. فانا بالنسبه لي في حياتي يعني رايي الشخصي انا ولا يمكن اقدر مجرد التفكير انه زوجي حيطلع من عندي ويروح يضم الزوجه الثانيه. هي بالمثلث انت تبقي تحت. انا اتمنى انا واعوذ بالله من كلمه انا اكون او لا اكون في حياه الرجل. مصر مريم طب احنا طب بشار، هقول لكم بس بشار على بشار. حاجه، ما بشار قلته في الاخر، احنا معانا طيب. كمان ريبورتاج؟ ترجمه، لا ترجمه للضرة. للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه من خلال الدراما، وفي اللي كان معه وفي اللي كان ضد. طبعا كلنا عارفين طبعا النجم نور الشريف والحاج متولي واربع زوجات. شوف معاكم جزء او مشهد ونرجع نكمل كلامنا. حاجه امينه، انا مش صاحبه الراي لوحدي، انا ليا شركاء مديحه ونعمه الله، وما اعتقدش ابدا انهم هيوافقوا. يعني انت موافقه؟ انا بس صاحب الشأن في البيت ده، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. احنا مش عبيد عندك يا متولي عشان تتحكم فينا بالشكل ده. انا عمري ما عملتكم زي العبيد، احنا في بينا موده ورحمه، واللي بيقول عليه الشرع بنفذه ولو على رقبتي، وانتوا مالكوش عندي اكتر من كده. بالذمه مش مكسوف من روحك يا راجل، ده انت كلها كام شهر وتبقى جد، لسه ليك شوق للجواز. ايوه لسه ليا شوق للجواز، استريحتي؟ واحنا التلاته مش مالين عينك يا متولي، ولا هي بس تفاصيل؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ حقيقي ناقصات عقل. الجوازه دي لمصلحتكم، دي حمايه ليكم ولولادكم. مصلحه، كل مره تقول كده. يعني ايه؟ خلي بالك من كلامك يا امينه. تقصدي ايه يا اختي؟ تقصدي لما اتجوزني عشان مصلحه ولا ايه؟ ايوه يا امينه، اللي قلتيه ده غلط. متولي عمره ما استفاد مني، بالعكس انا اللي استفدت منه. كفايه انه قدر يخرجني من الازمه النفسيه اللي كنت عايشه فيها، وخلاني اعيش معاه اجمل سنين عمري. وانا ضيعت معاه كل سنين عمري. انا دخلت البيت ده لوحدي ماليش شريك، وجوازه جرت التانيه وقال لي مصلحه، وعشان بحبه وحبيتكم سكت. انا بدافع عنكم، الجوازه دي مش مصلحه، دي واحده ضحكت عليه، يعني يا ويلنا مش يا ويله هو. كان في مقولة في فرحه الرابع بيقولوا له 3 على 1 قالوا يا دوب، 4 على 1 قالوا يا لهوي في الفرح. احنا سايبينك للآخر نختم بيك المفاجأة، قبل ما إن شاء الله يختم تكون المفاجأة على قد الانتظار يعني. حد ضل في نفسه يحكي شيء يا اخوان؟ انا اي الاخت ندى صح كانت عايزة. بس بخصوص ان الحقوق المراه ومن هذا الكلام، المجتمع البحريني في البحرين وفي تونس المراه ماخذه حقوقها ثالث مثلث. تونس ما فيش جواز. في حقوق مدنيه للمراه، ما حد يقدر يظلمها وينتهك حقوقها ويسلبها ارادتها ومن هذا الكلام. في البحرين الحين في قانون سنته الشيخه سبيتشا، المرأة البحرينية إذا تزوجت غير بحريني تقدر تعطي عيالها الجنسية. شوفي لأي درجة حماية لأطفالها عشان ما يكونون بعاد عنها. طبعا هذا آخر القوانين والمواد اللي شالوا عنها وأنا كمان التحفظات حابة خصوص أحيي اتفاقية المملكة السيداو. المغربية لأنه عاطية قانون صارم في عندكم المجال هذا. مدونة أسرة من أروع الأسرة المدونات في المدنية العالم. للمرأة أنه حتى الزوج لما يحب يتزوج لازم الزوجة تعطيه الإذن وتوقع بالموافقة عشان يتزوج. ولو رفضت لو رفضت ما يتزوج. طب لو خانها؟ الحمد لله يقدر يخونها. المهم يخونها، ولكن الزواج حلو سؤالك. ايه يعني يعني لو فضل مع نفس الست بس من غير جواز لا أعتقد إنه الخير هم ما تبغى موجودة. لأبنائها شركاء، ما موجودة، تبغى للوظف متزوجين واللي شركاء، مش ما تبغى متزوجين. للبيت وللساعات الخاصة فيها شركاء، وخارج البيت اللي احنا نرجع لقضية الفضيلة وما فضيلة كلهم أحرار، مو بس هو كلهم. كابتن بشار يحييكم من استاد سوالفنا حلوة. ضل حدا حابب يحكي شيء. خلاص يلا عشان وقت الفقرة. المسألة عرض وطلب يا بشار، بس خلوا النساء يكونوا مهيئين، عرض وطلب، اللي يبغى واللي ما يبغى يطلق، خلاص وتنفصل القصة وتنحل. بس لا نستغل النساء، لا نستغل النساء. معليش ليش ما هو يقول نفس الشيء، طلاق ولا زوجة ثانية؟ ابراهيم من اللي كلامك يريحها، قول لي في شيء علمي، اعطيني شيء علمي. من كلامك انا حوصل لشيء علمي. المرأة بإيدها تطلق في أي وقت وتتزوج في أي وقت. تفضل. من مجتمع خليجي يعني متعصب. ما هو احنا بنقول انه مجتمعنا ما هو حتى لو هي كارهة، لو هي بشار غزاوي معاه كلمة. خلصنا يا اخوان. بشار غزاوي. قول شيء علمي، قول شيء علمي. طيب
اول شيء ما نلوم الرجل ولا نلوم المجتمع. صدق قلبي مش مطمن. حاشا لله حاشا لله اسمعوا جاي يتكلم يا ما جماعه. نلوم الرجل حاشا لله ولا تفضل يا المجتمع بشار تفضل. لحاجته لزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. ممكن نلومه على المعاملة، التصرفات إلى آخره، عدم العدل إلى آخره. بس ليش؟ راح أبدأ بقراءة تاريخية وأوصل للعلم الحديث إيش حكى. هات يا بشار. قراءة سريعة بس للتاريخ هيك. نرجع، التعدد موجود عبر التاريخ كان، يعني من الحضارة اليهودية القديمة إلى الصينية إلى الهندية إلى أفريقيا إلى أمريكا الأصليين، حتى في أمريكا الحديثة كان موجود التعدد لغاية سنة 1890 لغاية ما Church of Jesus Christ of Latter-day Saint اللي كانت بالLDS. هاي كانت سامحة التعدد في أمريكا لغاية سنة 1890. صار ما في تعدد، وفي مجموعة انسلخت عن هذه الكنيسة وهم موجودين لغاية الآن، وفي عندهم لا بيعيشوا مع بعض كمان وبيتزوجوا بالضبط، وما زالوا موجودين الآن. يعني مش بس مجتمعنا العربي اللي احنا عم بنوجه له الاتهام، عبر التاريخ كان موجود تعدد الزوج. والعلم إعادة الجاهلية موجود دائما من قبل الجاهلية. يقول لك يا سعاد من قبل الجاهلية. اي بس بقول لك لما جاء الاسلام ما قدر يمنعها على طول، قننها خلاهم طيب. اربعه. خلينا كان نشوف اول العلم ما شو في يقول. عدد ولا في حدود وفي خليلات طيب. وفي على زوجات. فكره احنا صرنا نحكي على الرجل كانه هو الوحيد اللي له الهدف. طب يكمل بس فكرته يا جماعه عشان يبقى في تسعى للزواج هدف. في نساء طيب. مش حكيته عشان بس العلم التسلسل. هات العلم يا بشار. علميا. اذا عبر التاريخ كان التعدد دائما موجود. ماشي علميا بقى. حديثا علميا اخر الدراسات في دكتور دانيال آمن اللي هو خبير في تصوير الدماغ امريكي، وايضا مؤلف كتاب Change Your Brain Change Your Body. عمل دراسه على دماغ الرجل وجاب مجموعه كبيره، شريحه كبيره من الرجال. رجال عندهم تعدد للنساء في حياتهم، ورجال ما عندهم، يعني ملتزمين لمرأة واحدة فقط. وجد بعض الدراسات انه لما عمل تصوير للدماغ انه النشاطات عند الفئتين مختلفة في الدماغ. ومع الابحاث والدراسات وصلوا لانه في جين عند الرجل هو اللي بيأثر في حاجته الى وجود مرأة ثانية وثالثة ورابعة في حياته ولا. يعني الله خليكم كذا. ويختلف تأثيره. والدراسه طبعا دخل فيها ولا زي حالاتي. طيب في اكثر من دكتور حكى في هذا الموضوع، وحتى طلعوا في برنامج دكتور فيل وحكوا في هذا الموضوع. في تاثيرات طبعا غير الجين، في تاثيرات اجتماعيه غير بيولوجيه اللي احنا حكينا عنها. يعني في رجال بيتاثروا بهذا الجين وبيكون تاثيره قوي عليهم، وفي رجال غير موجود، يعني اللي يلتزم بوحده هذا غير متاثر بهذا الجين. فما نلوم الرجال. طيب بشار وفي دراسه في لا في بشار دراسه طريفه بس كلمه انه بقول لك الرجال اللي في تعدد زوجات في حياتهم عمرهم اطول من الرجال الملتزمين بمرأة واحدة بمقدار 12%. والله طيب عليكم بالنساء عشان خاطر ابراهيم قال انه تكفي مرأة واحدة. لو حصل في يوم هل ممكن تتجوز على سلة؟ ولا يمكن، اللي بيعملها مرة ما بعيدها في حياته. مدام سعاد تجربتك انا طبعا شايفة من طريقة كلامك ومن عينيكي وحتى من سردك للحياة، انا شايفة انه انت مش بتشجعي انه يكون في نهائيا. اطالب بتقنين التعدد واطالب بمعرفة، يعني في السعودية بهذا الوضع الحالي صعب نقول موافقة، معرفتها تحضر معه للمحكمة وتقول اوكي انا عارفة انه حيتزوج، لان اللي قاعد يحصل انه ياخذ حقوقها ومنزلها وبيتها وسيارتها ورواتبها وهذا قاعد سائد للزوجة الثانية. بننهي كلامنا مع حضرتك في الفقرة دي، وبنشكرك جدا على وجودك معانا وعلى جرأتك ان انت جيتي معانا. مشاهدينا طبعا فاصل مع الاعلان وراجعين نكمل حلقتنا، خليكم معانا. صورة ومعلومة. جاهزين؟ مين بيبتدي؟ أنا. يا ريت. كارمن لبوس. أخضر سهل يعني درجة. شو اسم البروجرام اللي بتقدمه؟ شو سرك؟ شو سرك؟ سري كبير. اوكي انا اوكي درجة عند بيارات. اوكي طيب ابتسام. هذيك كمان بليز الجمهور ما يغشش يا جماعة. نيكول كيدمان. ونشوف نيكول كيدمان هيبقى أحمر ولا أزرق ولا أخضر؟ أزرق. توسط. كم سنة عندها نيكول كيدمان؟ 45. لا 43. 43. درجتين عند ابتسام. مين حابب؟
زيري انت ممكن تشارك معنا انا يعني. ممكن بس انا ما اعرف ولا واحد منهم. مريم فارس، وهذيك اللي تحت اللي شاديه. بأبيض وأسود شادية. شاديه انا ممكن اعرف عنها. عندك شادية؟ هذيك اللي أوكي. شو طيب. اسمها؟ يطلع احمر. اللي كتقدم نشوف مؤخراً. شادية. ويا ويلك لك احسن. شادية الحسين. اسم الشخصية اللي كانت شادية بتقوم بيها في فيلم معبودة الجماهير كانت اسمها ايه؟ سهير. صح. لا طلع جدها والدود. ثلاث لا، درجات عندك يارا فيه. وين يارا؟ اللي لابسه الاحمر. مين اللي عايز؟ ها هذه يارا. لا شكون لابس الاحمر؟ مريم فارس ندى. وش يارا لابس اللي الاحمر؟ كتشطح. مريم تشطح في يارا فارس. تلبس احمر. يارا لابس الاحمر؟ شكون اللي لابس الاحمر؟ مين الشخص اللي مع مريم فارس؟ اوكي ما عارفه. اوكي ما حدش يطلع غير بعد ال10 ثواني. ايش غشاء. لا شو انتوا الثلاثة مع بعض. لا احنا الاربعه مع بعض. لا انت تأخرت شوية. انتوا الثلاثة مع بعض. بيظلموك يا بشار بيظلموك قاعد. وهي اخضر طبعا ده المخرج الله يرحمه يحيى سعاده. وطبعا ده كان اخر فيديو كليب قدمه مع فنانه مريم فارس. هو كان مخرج متميز جدا جدا والوسط الفني اللبناني كله زعل عليه. نتقدم طبعا للاسره بكامل العزاء. بس هي دي اخر فنانه عملت معاه فيديو كليب. اوكي شكون هي؟ هذه يارا ياك وش اللي يارا؟ لابسه الاحمر. شكون اللي ابراهيم ومروان مش هتنقوا ما ما في؟ هذا مروان قاعد مروان. ها شكون اللي لابسه مو الاحمر؟ مو بيارا شكون وشكون؟ ها مايكل جاكسون في انا الوسط. بريزن بريك. في مين؟ النص. نقيت؟ لا لسه. مين؟ كيفاش عرفتي؟ صح؟ كذاب. اني صوره قول اللي في لي. النص. اللي في النص ده احمد البايض. اوكي اللي يدور بريك. شو بيشتغل احمد؟ شو بيشتغل احمد؟ ساحر 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 ساحر. ساحر. بتغششك. نسيت. طيب اوكي اخذ 3 درجات انبسط. يا لهوي. اوكي وعنده 28 سنه. مين اللي بالاحمر؟ اللبسه احمر اللي جنب يارا. النص. يارا يارا. يارا اروى. اروى. قلت لك اخر من يعني. اسم البومها ايه؟ والله ولا جبت طاري اخر. ولا جبت طاري. اسمك ايه؟ خيارات. اخر البوم الالبوم الاخير. لبيه. اروى 2011. جديد اسم اروى. الالبوم لبيه. 2010. غصب عنك. غصب عنك يا راجل. نفس لبيه. عمنا الاوديسا ده مدري شو اللي تحت هذا التمثال الغريب هذا اللي حتقول لي مين هو دحين؟ يطلع احمر دحين. يلا احمر. احمر. مين ده بقى؟ سقراط. لا افلاطون. لا هندي الجنسيه. هندي غاندي. لا ايه هو ده؟ مش عارف شكل غاندي. ها خان سلمان خان. شوف بوذا. لا خان بيبلش او بيبتدي اسمه بالطه. طاهو خان. لا لا بعد. طاهو طاغوت. شارع خان. طاغوت. بس التايم كان خلص. نعمل ايه؟ على طرف لسانك. لا حرام عاد سالتيني. التايم كان خلص. اول مره اعرف بس الهندي نصها اصلا. للكل. طيب هو عموما كان في احتفال بمرور 150 سنه على ميلاده. هو شاعر هندي كبير جدا طبعا وفيلسوف. طور خلص. ايه لا ما دام عرف هياخد 3 ايوه درجات. يعني احمر ترى يا جماعه يعني. نتائج هنشوف دلوقتي معاكم بالطريقه التراكميه على مدار الموسم كله مين المرتبه الاولى الثانيه الثالثه. مشاهدينا فاصل مع الاعلان ولسه الحلقه مكمله خليكم معانا. بشار نعم. شو رأيك في الفساتين اللي اخترنا اليوم الصبح؟ أي واحد عجبك فيهم؟ بصراحه نسيتهم اي واحد فيهم. لحظة تعال بتنسى. ذاكره لا هذا ما حبيته. طب لحظة ببعت لك الثاني. ها احلى. بس أحلى؟ اغلى. بس حلو. صح. لونه بدفع. أحلى من الأول. اوكي. لحظة وشو أقولك الشوز اللي شريت اليوم برجعه ولا بخليه؟ اي شوز انت كل يوم تشتري شوز. لحظة بعرف أذكرك إياه. كيف انساه؟ شوز ابو $1000.
عجبك؟ اكيد. حلو صح؟ اكيد. خلي خلاص. حلو. ثانك يو. هاي جبت لك المي اللي طلبتيها. ليش جبتيها باردة؟ ما أنا بعت لك قلت لك روم تمبريتشر، ليه جايبة باردة؟ ما وصلني اي شيء منك. مشان هيك لازم نغير السيستم إنه عنا سيرفيس بطيئة سيرفيس بطيئة مش كتير. معقول. anyway يعني حتى تصبح على خير ما عرفتي تحكيها بعتي لي اياها؟ يا سبحان الله. وزي ما شفتوا معانا في موهبة تمثيل ولا ما في؟ أسوان آخر زمن. زي ما شفتوا معانا بشار وابتسام وهوس الانترنت اللي بقى في كل مكان وفي كل بيت وفي الجامعه وفي النادي وفي الكافيه وفي كل حته. التكنولوجيا بقت سحبانه من كل حاجه. اكيد ليها المساوئ بتاعتها وليها ايجابياتها، بس ان انت تفضل ماسك التليفون سواء البلاك بيري او الايفون، تفضل ماسكه طول النهار، بتاكل وانت ماسك التليفون، بتاخد دش وانت ماسك التليفون، بتنام وانت جنبك التليفون. الموضوع بقى صعب جدا، ما بقاش فيه علاقه حميميه بيننا وبين بعضينا. لما تبعت مسج حلوه غير لما انت تقولها، غير لما وشك اشوف بتقولي المسج دي اي لاف يو مثلا. اي لاف يو اتكتبت، بس قلتها ازاي؟ اديت واجب، انبسطت بيها، انا ما انبسطتش بيها. يستحي اهو اتفضل يا سيدي. الرنه دي انا بقيت بكرهها. الايجابيات بتاعتها طبعا ان هي مخليانا على طول مطلعين على العالم، على البورصه، على الاخبار اللي في العالم كله، صورنا في شاتنج على طول، مسجز، كل حاجه احنا نقدر نعملها عن طريق التليفون دلوقتي. حسين، انت مع ولا ضد الاجهزه اللي احنا شايفينها لا انا دي؟ ضد طبعا. انت لسه محتفظ بتليفونك القديم؟ لا يعني؟ انا عندي البلاك بيري، اخذته على اساس انه اجاري العصر اللي انا فيه. يعني قاعد مع اصحابي ربعي كلهم، كل واحد قاعد، يعني قاعدين مجموعه وكل واحد قاعد يطالع تليفونه. طب وانا قاعد معاكم حس نفسك منبوذ. احس اي نفسي منبوذ. كم البيبي مالك؟ ما عندي. وما عندي، لا واللي ما عندي يضحكون عليه بعد. انت ما عندك بيبي. انا ما عنديش. كم البين كود؟ انا ما عنديش، انا لسه محتفظه بتليفوني القديم، مش التاتش العادي جدا لا، اللي قد كده. تقعدي على النت. انا وكرت، مريم ما حطيتي في موقف مثلا يجيك ما يقولوا لك كم رقم، يقول لك ميمي ادمي. عادي جدا، انا بتحصل كده. هو انت كده اكنك واخد النت معاك في كل حته. لا بس النت في البيت يعني، او في اوقات الفراغ، انما هذه في كل وقت، حتى في السياره. يعني حتى في السياره ناس قاعدين. مش متوقعه ان انت من الناس اللي تبقى انتو التكنولوجي دي. لا اخذت التاتش الجديد الحين يا راجل. والله العظيم. لا شوفي ادرين يعني يمكن اول احنا ما تفاجئنا في سالفه الفيسبوك وتكلمنا عن الفيسبوك وغيره، والناس دخلت على عالم الفيسبوك. الحين العالم دخلوا على عالم البلاك بيري وشافوا شو البلاك بيري ودخلوا، وصارت في جروبات انه خلاص صحني انا مثلا باخذ مريم تكون معي ولا حسين ولا بشار، لا انا اقدر اخلي المجموعه كلها تكون في جروب واحد نتكلم. يمكن الشيء المفيد في البلاك بيري يمكن جمع الناس. انا اقول لك بامانه يمكن في ناس من بلدان اخرى اتواصل معاهم يوميا من خلال البلاك بيري. راح البلاك بيري اليوم في الايباد، صارت موضه على الايباد والتكلفه مش غاليه. يعني فور فري الايباد يعني هنمشي بيه ازاي؟ والله شفت واحد سماعه الو وشال ولده. والله العظيم. اذا ما تنزعج بالمسجات اللي تجيلك الاشعار. والله انا كرهي البينك، يعني نايم بينك. اي لو الاشعار والاشياء ذي اللي انا صراحه ما اقراها يعني. طبعا كرهت عزيزي ومثلا اي هذه الاشياء الممله. طب ندى، انت شايفه انه البنات تحديدا، لان انا صدقيني الكوافير اي تجمع نسائي ممكن اقعد فيه، ممكن يبقوا شله داخلين مع بعض ما بيكلموش بعض كلمه، هم كده زي ما حصل بين ابتسام وبشار، وفجاه تلاقيهم بيضحكوا كلهم مره واحده. لو تحسي مجانين بقى ولا ايه؟ يعني حاجه مره واحده صلاتهم نكته او شيء. البنات مستخدمين الموضوع ازاي؟ البنات ينقسمون لقسمين مثل ما كل الناس تنقسم لقسمين، ناس يستخدمونه بشكل صحيح وايجابي وناس يستخدمونه بشكل سلبي. الناس اللي يستخدمونه بشكل ايجابي هم الناس اللي يكون عندهم غرض من استخدام البلاك بيري. البلاك بيري اقدر الحين اشبك عليه فوق 10 بريد الكتروني واتصفحهم واشوف شنو الاتاتشمنتس حتى بدون ما اسوي له داونلود، عكس اللابتوب او الكمبيوتر العادي، فهو يختصر الجهد، الوقت من هالاشياء. اطرش مثلا معلومه، اسوي سيرش على كذا، مش كل وقت عندك الانترنت اكسس على طول، فهذه فائدته. اما الشيء السلبي الاول يستخدمونه للترفيه او للزينه او للموضه ولا البرستيج او من هالكلام، احس انهم ناس اصلا هم عندهم فراغ
مش فراغ، يمكن تدرين لحظه شوي ابتسام، بس الشغل اللي ضايقتني يمكن احنا كل واحد يعني حر في رايه، ما دام هذا الجهاز ملك اليوم انا اقدر اتكلم فيه ممكن، لكن صارت موضه الله يهديهم شبابنا، يمكن ما اتكلم عن الشباب الاماراتي، يمكن الشباب الخليجي، يمكن شباب الوطن العربي، اغلبيتهم ان قعدنا تتكلم، البعض منهم قاموا يتكلمون عن قادات ويتكلمون عن مسؤولين مهمين في البلد، صارت منبع للاشاعات انه رجعوا خدمه. انا بشوف التكنولوجيا سلاح ذو حدين، يعني انه فيها فوائدها تفيدنا كثير، انه معلومات سهلات، يعني اي شيء تبغيه في دقيقه بيجيك بسهوله، وشيء ثاني اللي بشوفه الشيء الخطير اللي انا بكرهه انه بيفرق بين المجتمع. مثلا احنا كاصدقاء جالسين نتعشى على طاوله واحده، ولا حد بيكلم بعض، كل واحد عايش في حياته، صح. كل واحد عايش مع تليفونه، يعني ما بقينا نعمل اشياء كافراد، صارت كل الاعمال فرديه. انا بتهيألي ان هي ليها ناسها، البيزنس مان والناس دول، أيوة اللي هم دول من حقهم بصراحه يبقوا مشغولين وعلى طول، ولازم يبقوا هو اخترعت التكنولوجيا بس يعني انا وانت ديموديه قوي يا كرات. توازن الانسان متوازن. ناويه تدخلي في التكنولوجيا دي؟ انا لا، وما بحس انه انا ولا أنا والله. لانه يمكن انا مثلا بالبيت بقعد مع اللابتوب ساعات على الانترنت، وبعرف انه بس يصير عندي انترنت على التليفون بده يصير ادمان لإلي، يمكن بدي يصير قاعده مثل هالاشخاص اللي بنحكي عنهم كل وقت على التليفون، فبفضل اترك ساعات الانترنت للبيت. كنت عم بقرا امبارح مقاله بجريده انه الاشخاص اللي بيقعدوا ساعتين وطلوع بالنهار قدام الكمبيوتر هن معرضين انه يصير عندهم مشاكل بالقلب، حتى لو بيعملوا رياضه بعدين، ساعات الرياضه يلي رح يعملوها ما رح تعوض هالضرر يلي بده يصير بالقلب. انا كنت بعرف انه بالظهر وبالرقبه، واذا بتقعدي لانه ما بتكوني عم تتحركي. بس في شغله ملفته للنظر انه بلبنان مثلا خلال فتره الاعياد نسبة مبيعات جهاز بلاك بيري ارتفعت بشكل جنوني. كادويات، والاهل هن يلي عم بيقدموا هالكادويات لاولادهم، لانه هيدا الشيء هلا كثير اخر صيحات الموضه والكل معه بلاك بيري، بقى الاهل هن يلي توجهوا على المحلات وهن يلي اشتروا هالبلاك بيريز تيقدموهم لاولادهم. بصي هنشوف ريبورتاج بس من غير ما حد يتريق عليا ولا يضحك عليا، يعني باعياد الميلاد لما بنفكر نجيب هدايا لبعض، فبسال رامي اخويا يعني بنتكلم مع بعض، قلت له رامي تفتكر ممكن تجيب لي ايه في عيد الميلاد مثلا، ممكن تجيب لي بلاك بيري او كده؟ قال لي الاي كيو مش هينفع مع الجهاز ده خالص، فبلاش احرجك قدام الناس، يعني خلينا زي ما احنا. هنشوف معاكم ريبورتاج حالا عن التكنولوجي والهوس بالتليفونات سواء البلاك بيري او الايفون من دبي، ونرجع نكمل كلام. خليكم معانا. من المهم ان الانسان يكون على تواصل مع الناس، سواء كان على الفيسبوك، التويتر، على البلاك بيري او غيره، لكن طبعا باساليب معينه تسمح له انه هو يتعرف على طبيعه الناس هذه. لا اكتشفت ان من خلال هذا العالم اللي هو كان عالم صغير على هذا الجهاز، استطعت اني اكون علاقات جديده. فلما دخلت عالم الفيسبوك شفت انه هو عالم مختلف تماما. اليوم الفيسبوك فيه 500 مليار انسان، يعني دوله عباره. فانت لما تتكلم هناك تتكلم باريحيه وتشعر بان هناك ملايين من الناس يستمعون لك. انا يمكن مؤخرا مركز على تويتر، لكن يقولون الجديد حبه شديد. طبعا تويتر طريق واحد، انت تطلع اللي في خاطرك، تكتب ما تريد يعني ان تكتبه ويذهب للناس. هو طبعا يعني هو اليوم اصبح مهم للكاتب انه يكون متواصل مع الناس على هاي الشبكات الاجتماعيه. اصبح على الشخص المبدع ان يذهب للناس، يتواصل معهم، يصل اليهم. اضطر صراحه اني يعني طول اليوم اينما اكون اني يكون عندي الجهاز وفاتح على تويتر وعلى الفيسبوك. طبعا هذه عاده، اذا نظرت الى اي سياره بجنبك على الاشاره تجد المستخدم او السائق يتناول البلاك بيري او الايفون. من زمان كان الواحد ما يروح كوفي شوب الا ومعه اصدقائه. الان وجود الانترنت معاه ما في حاجه احيانا ان يكون مع اصدقائه.
أصبح هذا الجهاز هو عالمك كله. طبعا هي مشكلة لما أنت تسترخي في عالم افتراضي، في عالم وهمي، وتنسى العالم اللي أنت عايشه. ده نموذج. شفنا معاكم ريبورتاج من دبي عن الموضوع اللي بنتكلم فيه بشار. في ناس بتشوف انه المساوئ اكتر من الايجابيات بكتير، يعني في ناس بتقول ان اولا زي ما بيارات قالت انه ممكن يسحب من وقتك ومن حياتك من غير ما تاخد يسحب فلوس رصيد. ايش اتصل فيه من دبي؟ خذ بلاك بيري يا عم بتكلم يا عم يا اسطى. انا اتصل فيه من دبي لازم يخسرني في مصاري. بيقولوا انه بيسحب الوقت من الانسان من غير ما ياخد باله. اولا في حوادث على الطريق بشكل مش طبيعي ممكن تكون بتحصل، يعني ادمان بشكل او باخر يعني. طيب راح ابعث لكم رايي انا بيبي هلا بيبي، وانتم قولوا لي شو، واحنا نختار. والمشاهدين كمان ببعث لهم واحد واحد. في ارقام مشار؟ في ارقام عن نسبه الاستخدام، يعني نسبه الناس اللي بيستخدموا الانترنت على من حاملين الموبايل. حسب ما نشرت الجارديان البريطانيه انه في عام 2002 كان 11% من مستخدمين الجهاز الموبايل بيستخدموا الانترنت. في عام 2009 وصل ل 23%، يعني انا برايي لسه ما زال الرقم قليل، يعني مش ما بنحكي بهذيك الارقام الكبيره. هذا واحد. اثنين، بالنسبه لموضوع الايجابيات والسلبيات، انا راح اخذ من شخصي. انا بالنسبه لي البي بي ام كثير سهل لي حياتي. اولا خلاني في تواصل بشكل دائم مع الاصدقاء، يعني مثلا انا وابراهيم تقريبا بشكل يومي عم نتواصل على البي بي ام، بعرف اخباره بشكل دائم، اي شيء بدي اياه منه على طول ببعث له بيرد لي. حتى انا وسلمى، انا مسافر او حتى هي في مكان وانا في مكان، حتى لما نكون في عمان نفس الشيء، التواصل بيناتنا سهل. هلا لفتني شيء بالريبورتاج سمعته لما قال انه ملايين بيسمعوك، او ملايين، يعني في ناس كثير ممكن تشاركك الاهتمامات اللي انت فيك. بتحس انه استخدام الموبايل على استخدام الانترنت على الموبايل كون ثقافه. واذا بدنا نرجع نحكي شو هي الثقافه بالضبط، هي ممارسات وقيم ورموز مشتركه في مجتمع او عند مجموعه من الناس. يعني صار في ناس تشاركوا وكونوا ثقافه معينه، استطاعوا ثقافه مشتركه استطاعوا التواصل من خلالها. لا احد يسمعه، لا احد مهتم بس لرأيه. مش حاسس ان في وقت بتحب ان انت يبقى عندك على الجروب ليك انت قريبين منك، مش على علن كده مفيش برايفسي. وانا بالنسبه لي على البلاك بيري ما عندي غير اصدقائي فقط المقربين، ما عم بضيف ناس ثانيين. انت اللي بتختاري، يعني ما عملتها زي مثلا الفيسبوك او الماسنجر انه فتحتها للعموم، لا هذا خليته للناس جدا مقربين. بدي بس ارجع لنقطه انه فرق. انا برايي ما فرق، بالعكس هو عم بيقرب، خصوصا البعيد. يعني ممكن اتفق معك في فرق احيانا في الناس القريبين، بس في الناس البعيدين زي ما انا ضربت مثال هلا انا وابراهيم كيف على تواصل بشكل دائم، بحس انه قربنا بشكل حتى واحنا بنحضر الحلقه كمان لما كنا بنتكلم انه لو في حفله انا ما حضرتهاش لحد من عيلتي في قاره ثانيه بيبعت لي صور. بس انا حابه بس اوضح كلمتي، انا بقول للعائله للاسره او كصديقات، بس هو فعلا بيقرب. ما انا قلت في الاول سلاح ذو حدين، يعني انا بالعكس مش ضد، انا مع الفيلسوف، بس مع انه مش الهوس. الرقيب الفيلسوف الذي السوسيولوجيا، من ناحيه السوسيولوجيا الزمكانيه في اللحظه دي خاصه المروحه العربيه. حبيت هنا ايوه. سوسيولوجيا انت شو رايك في موضوع استخدام الانترنت على الموبايل؟ طيب حجاوبك على السؤال لانه نروح في اتجاه ثاني. سوسيولوجيا هو كشف الشرخ الاجتماعي في دول العالم الثالث. يعني هم بيقولوا فرق، هو بيبعدك عن الناس اللي كنت اصلا، حتى لو كانت اختك ولا اخوك ولا امك ولا ابوك، اللي كنت اصلا ما انت طايقهم بطريقه او باخرى، ما لك خلق تقعد معاهم، لكن هو قربك للناس اللي انت تفتش عليهم، يخليك تصنع عالمك الاخر. انا ما بتكلم في سوسيولوجيا، لا انا بتكلم بس ده خطير على فكره اللي انت قلته. هذا هو الكلام الحقيقي، هذا هو كشف الشرخ. ده كلام كبير قوي، مش بدول العالم الثالث، ايضا بكل العالم. بكل العالم. ابغى انتقل انا هنا بتكلم على شيء ثاني مختلف. بتكلم انا للاسف دائما ضد المؤامرات، لكن هنا حاكشف عن مؤامره يا ساتر ضد التقنيه والتطور تحديدا، ضد التطور في برامجنا وفي خطابنا الاعلامي. وانا احس انه في يعني مبالغه كبرى في انه نورط التطور التقني
في كلمات زي هوس، ادمان، الغى الحميميه، الغى التواصل. كيف هذا؟ انا برايي اسمحوا لي اقول انها حرب ما بين الجهل والمعرفه، حرب كبرى. اوكي، في كلمة حق يراد بها باطل، لما أقول له مساوئ وله إيجابيات وهو ما له مساوئ، هو تركب ليكون له إيجابيات. قصدك ايه أنت بالجهل اليوم- والمعرفه؟ لا خليني أقول وجهة نظري. أوكي، الآن لما الشباب أو الشابات يستخدموه لأغراض قد تعد سلبية، هذا لا يعني التلفزيون فرق الناس وخلاهم ويستخدموا لأشياء سلبية. جوال الكاميرا اول ما طلع، البلوتوث البيجر أول ما طلع. هذا شيء ينتهي. انا اليوم لازم افكر بعقل جدي لما اشوف هذه الاجهزه، ولما اشوف الانترنت يوميا اقدر اسهل عملي، اسهل التطور الانساني، اسهل الابداع الانساني. كل هالامور لا اجي اقول سلبيه، لانه السلبيه تاتي من البشر نفسه مش من التقنيه. طب استنى ابراهيم، عايزه اسال حسين مره تانية، فنيا ممكن يكون بيساعدكم؟ يعني ممكن تبعتوا لبعض الحان وحاجات كده؟ لا انا استفدت فنيا في شيء اخر لما كنت اغني في حفلات مثلا. مم. وكنت اطول يعني فترات طويله، يطلبون مني اغني اغنيه انا مو حافظ كلماتها، فادش النت على طول انزل الكلمات من بلاك بيري واخلي دمج على اغني. هاي انا صدق استفدت منها في البلاك بيري فنيا. انما نبعث الحان لا طبعا. هذا من الايجابيات، يعني شيء جميل. هذا الشيء الوحيد اللي انا استفدت منه في البلاك بيري. كل شخص شلون يستخدم التقنيه هذه، مو أنا موضوع التقنيه يعني. أطالب بإيقاف الحملة الشعواء ضد التطور الإنساني. لما كل ما نقول إنترنت وبلاك بيري على طول نحط السلبية يا ناس يفرق الناس. ما يفرق الناس، ما يفرق البشر هم اللي عندهم شرخ في الوعي، الشرخ في الوعي الاجتماعي عند البشر. التقنية والتطور هو همنا، وإن شاء الله تتطور الإنسانية أكثر وأكثر عبر كل وسائل الاتصال الجديدة. فاصل مشاهدينا مع الإعلان، فاصل مع الإعلان وراجعين. يعني كلنا قدامنا مجات عادية جدا، بس انت قدامك مج مختلف. ما هذا المج الذي هو الجادجت؟ ما هذا المج الذي هو جلاس. وين هابي كاب. هابي كاب. هابي كاب. موسيقى يمكن. شو الجادجت؟ لا انا بقول لك، هذه بعد ما تعمل الكابتشينو والرغوه تطبعها على الرغوه يطلع لك الصوره. تطبعها كيف تطبعها؟ بعد كوبايه ثانيه مو على هذا كل عندك ثنتين. ندلقها وبعدين نطبخها. اوكي. في افكار اخرى؟ هيدي شو؟ لوحه. الحين يطلع لك حاجة من جيبه يكمل القصة. الله يا لا المرة هاي الجادجت كامل 3 قطع. 1 2 3. ماشي. جادجت لطيف خفيف ظريف سريع وعملي. يلا نشوف الجيم. بنعمل النسكافيه. حلو. القهوة. ايوه وضعنا القهوة. تمام. وضعنا السكر. تمام. وضعنا الماء وقمنا بالتحريك. يسخن. دائما المشكلة بس نطلع هاي وبدنا نحطها بنضيع. حطها هون بتصير تطبع على الطاولة ما بعرف شو. إذا بنشوف على الكاميرا في النقطة هاي اللي هون صغيرة مغناطيس، فبعد ما نخلص بس هذه الفكره. بشار احييك يا بشار احييك. جدت رائع هذا. يا جماعة عندنا هابي توك هنا، وي هاف يلا. تو توك هنا. يلا لازم نتكلم مع فناننا. نرجع لرقم 1. وانا عايزه اسالك، الاصعب ان انت تقف تغني، ولا كان الاصعب عليك في مثلا تجربه زي نجم الخليج انك تحكم وحد منهم يطلع بره البرنامج وتبقى انت سبب مثلا من اسباب خسارته؟ لا انا في التحكيم ما عندي اي بس مشكله. كنت في اللجنه بتقعد في كنت اقعد واعطي صوتي لشخص مثلا معين. هذا كان موقف صعب. الاصعب هو تدريبهم واختيار الاغاني لهم. اختيار الاغاني لهم يا جماعه شيء صعب. انا كان قدامي 15 مشترك، لازم اختار لكل واحد اغنيه اللي يليق عليه. كل واحد اغنيه تناسب صوته اولا، وبعدين كل اغنيه لازم تكون مختلفه عن الثانيه ايقاعيا، لحنا مثلا وجوها، ولازم تكون اغنيه سريعه مناسبه للمسرح. والاسبوع اللي بعده نفس الشيء، وشلون امرنهم وشلون يغنوها. واي خطا كان يغني، مثلا يطلع متسابق يغني على المسرح وهو تعبان، يطلع برا التون وكذي مثلا، على طول النقاد يحطون اللوم مثلا على الاختيار، ومو بعرفين احنا شلون تعبنا في الاختيار وشلون مرناهم. فيمكن الاختيار كان عندي اصعب شيء في البرنامج. تخوض التجربه دي مره ثانيه ولا لا؟ لا اكيد ما عندي مشكله اني اخذها ثانيه وثالثه، وانا كنت قايدها من قبل اصلا يعني. ما عندي اي مشكله يعني. ولكن يعني اذا موفرين لي كل الامكانيات، يعني قناه دبي يعني والمنتجه بيري ما قصروا ووفروا لي كل الامكانيات وكل الاشياء اللي كنت انا بيها، الحمد لله وفروها لي وقدرت ان انا
برايك بس هالبرامج ما بتظلم ايام بعض الناس؟ يمكن ما لازم تتوج نجمين او ثلاثه مش بدل نجم او نجمه واحده. ما هو يعني انت عندك خبره المتعه انه يكون نجم واحد. اذا اثنين ثلاثه مثل اي مباراه كره قدم مثلا، اثنين اللي بياخذون الكاس ما فيها متعه اصلا، لازم يكون هو شخص واحد. بس مش اللي ياخذ اللقب هو بيكون نجم او فنان، يعني جايز في ناس تطلع قبل وتستمر، لان الاستمراريه اهم من في كان كذا صوت تحديدا، كان في نهاد صوتها حلو، نهاد صوتها حلو، وجميله صوتها حلو طبعا، واسماعيل وفؤاد وكلهم ممتازين. وسهام والله كنت شايفه انه صوتها احساسها كان قريب من شيرين شويه. في الاغاني المصريه، في الاغاني الخليجيه كان في صعوبه شويه عليها. وزيزو عبد العزيز كمان، احنا ناسينه ازاي؟ عبد العزيز طبعا، عبد العزيز ابتسامته وحضوره على المسرح اللي مهم عند كل فنان، حضوره على المسرح اهم من اي شيء اخر. يعني فنان ما عنده حضور مهما كان صوته حلو ما حد يسمع، خصوصا احنا اليوم في زمن الاغنيه، مو في زمن المطرب اللي صوته جميل، يعني مش الصوت الجميل هو الشخص الناجح. طب حبيبي الغالي بقى، دي الاغنيه اللي انت صورتها؟ اللي صورتها اغنيه حبيبي الغالي، طبعا هي مقصوده الاغنيه ان تكون تيمه لحنيه بسيطه، جمله وتتكرر، مثل ما عملتها في اغنيه رقم واحد، هي كلمه وتتكرر، جمله وتتكرر، يعني التكرار يخلي الواحد يحفظ، واذا حفظ الاغنيه راح يغنيها. بتهيألي بتسمع اكثر كمان مع الناس، بتسمع اكثر، وحتى مدتها يمكن يعني دقيقتين ونص تقريبا او بالضبط دقيقتين و35 ثانيه، يعني اغنيه ايضا كل ما كانت قصيره كل ما كانت افضل. حسين، اين حسين من السوق الغنائي العربي؟ وهل خلينا سؤالين، وهل صحيح انه الفنان الحقيقي عدو الشهرة والنجومية؟ لا ما في احد عدو الشهرة، بس انا خليني ارد على الاول. يلا هات الاول. بالنسبه لاول، انا طبعا نزل لي البوم في 2005 و2007 وصورت كليبات، ولكن ايضا المحطات لما فنان غير معروف ما تحط اغاني، الصحفيين فنان غير معروف ما يعملون معاه لقاء، فنان غير معروف ما يستضيفونه في حفلات، فنان غير معروف ما يروحون له. يعني طب كيف انا ممكن ان انعرف في هالحاله اذا كل واحد قال لي انت غير معروف؟ الحمد لله مع المواصله ومع كثره الاغاني، مع تسجيلات الاغاني برنامج نجم الخليج مثلا فاتني وايد. يمكن بعد برنامج نجم الخليج انا حصلت عروض كثيره من شركات كثيره. وين كنت هالفتره كلها حسين؟ كنت موجود واغني، بس يمكن على مستوى الخليج ما كنت بارز او ما كان احد يعرفني، يمكن على مستوى البحرين فقط. احنا طبعا في البحرين ايضا اعلامنا مو وايد قوي، يعني مو مثل الامارات او مثل الكويت او مثل السعوديه مثلا. احنا الان في زمن الانتاج اصبح شيء صعب، ما في منتج يربح من وراء الانتاج، لان الاغاني طبعا تنزل في النت وبلوتوث وما ادري شنو والنزل. احنا في برنامج نجم الخليج اي مشترك كنا نختار الاغنيه ننزل له الاغنيه من الانترنت، ما كنا نشتري الاغاني، فالشركات تخسر، تربح من وراء الحفلات. فاحنا ركزنا على الحفلات، الحفلات طبعا ما يخلي الواحد يشتهر، يعني خصوصا انه مثلا سواء كانت خاصه او عامه، نركز على الحفلات الخاصه اكثر مثلا. فهاي الشيء ما كان يساعد الفنان على هو على انه حسين احس الاكاديميين عندهم مبدا خاص فيه، يمكن حضرتك ايضا عبد القادر هدهود، تحس الاساتذه اللي هم درسوا تعمقوا في هالعالم، واللي عالم الغناء وعالم الطرب والتلحين وغيره وغيره، تحسهم متمسكين في مبدا خاص فيهم، عشان كذي لا ما تلقاهم يطلعون وايد. انا واحد من عشاق عبد الحليم حافظ، واغني اغانيه واغني اعماله واغني لمحمد عبد الوهاب واغني الاغاني القديمه في اماكن معينه، انما دام اني قررت ان انا اكون مغني لازم اواكب العصر. طب احنا دلوقتي في مكان انك تغني لعبد الحليم، من مكان اهو غني عبد الحليم بقى. دلوقتي اغني عبد الحليم؟ نسمع. سواء اني غنيت سريع بغني شيء هذا الان. اوكي ماشي. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطول عليا، وخد الاتنين واسأل فيا، من أول يوم راح مني النوم. لسه حلقتنا مشاهدينا مكملة معاكم مع حسين أسيري، فاصل مع الإعلان وراجعين، خليكم معانا. المقولة اللي أنا بحب قوي المع والضد دي، بحس كده إن إحنا بنفهم كمان شخصيات بعض منها. تضارب الآراء. مقولة هذا الأسبوع هي: ما الحب إلا للحبيب الأولي. مين مع ومين ضد؟ نعم يا أختي. ما الحب إلا للحبيب الأولي. بيج تايم. ما الحب إلا للحبيب الأولي. ما الحب إلا للحبيب الأولي. طيب نبتدي إبراهيم. ليش معه؟ لأنه أصلا قيمة الحب نسبية،
واول طبعا عاده الناس ايش راح يقولوا؟ راح يقول لك الحب الاول ما هو حب، اوكي، هو شيء اي شيء تسميه. بس انا اليوم بالنسبيه هذه، بمفهوم النسبيه، اذا افترضت انه اول اكتشاف لي المعنى الحب هو مع الحبيب الاول، فبالتالي حاعتبر هذاك الحب. لكن اي شيء جاء ثاني هو تراكمات متتاليه لمفهوم الحب، وقد تتغير من زمن الى اخر. الزمكانيه في كل جملك الحقيقه. جيسام ضد، لانه شوفي الانسان يعني الحب في المراهقه، الحب بعد المراهقه، الحب في وقتنا هذا، يعني شوفي راجل بينسف راجل، وعلاقه بتنسف علاقه، مثل ما المراه بتنسف يعني المشاعر بتتغير. ما في الشيء الاولي هو الثابت، المشاعر تتغير وتتطور وتتبلور مع تطور الانسان بحد ذاته. مروان مع وشوفي كل شيء يكون من اول مره ما يتنسي طبعا، سواء في العلاقات كل شيء له اول مره، هذا دائما يظل في الذاكره. يمكن هي قالت تكلمت عن يعني مرحله المراهقه، مرحله المراهقه كانت جميله جدا، يعني كنا مثل ما قلنا، يعني انا احاول كنت اذكر اني كنت بريء جدا في ذيك الفتره، عمري 17 سنه كنت بريء، يعني اللي اذكر اني كنت بريء اذكرني كنت بريء. لكن من اجمل الايام اللي يعني دائما اتذكر واضحك على نفسي، ولكن بعد ذيك العلاقه تعلمت. فعشان كذي انا مع الحب. ضد الزوجه الثانيه، ضد البلاك بيري، ضد هو اسئلتك كلها لا طبعا انا اقول ان دائما يعني الحب الاول يكون في مرحله المراهقه، ودائما حب المراهقه مو حب اللي هو يعني، والدليل ان اكثر اللي يتزوجون في سن المراهقه يطلقون بعدين. فالحب الحقيقي بيجي مع الانسان لما يكون فاهم ويحكم عقله، يعني الحب مو بس بالقلب، الحب يكون عقل قلب في نفس الوقت. ندى انا تاكيدا على كلام ابتسام واستاذ حسين، ما والحبيب والاولي، فهو ما تنفي وجود، يعني في اثنين وثلاثه واربعه، فاذا كان في اثنين وثلاثه واربعه فهو الحب ما يكون حق اولي. بس ما يتنسي صوتها، بص عمال ما ينزل يتنسي تحت كده صوتها ما يتنسي. طيب اوكي بشار مع بالضبط. انا دائما معك في تفضل. ليه بقى معي يا لو بشار؟ سمحتي ولكن ليس كله مع ولا مع ولا ضد. كيف؟ قول. علميا في لا في مفهوم خاطئ عند الناس، خصوصا هاي المقوله ما الحب الا للحبيب الاولي. لكن انا عندي شيء كثير مهم، انه كلما اثر في تكوين الذكريات للانسان مستحيل ينساه. ودائما في عندنا حنين لاي شيء في الماضي، يعني دائما حنين للاصدقاء القدامى، حنين للمدرسه القديمه، حنين للبيت القديم، حنين الصديق الاولي وما كذا قصدك كلها كلها بالضبط. ليش الكذب الاولي ما الحرامي الا الحرامي مش موضوع حب. معلش اخذوا من وقتك يا بشار. دقيقتي ما تدخلوش على دقيقتي. كيرت ظلم بعطيك وقت. ظلم ما بدي احكي. انا ما بدي احكي. يعني احنا بنروح 30 ثانيه من عندي. زعلت سوري، يعني انا نص دقيقه من عندي بس. يعني انا بروح للموضوع ستريت واي، طب ما بيحبوا يتجعب خلاص الوقت الموضوع بتبرع لك 30 ثانيه. جاوب على السؤال. خلص ضعت. بيروح وقتك يا كيرت، يلا ضد. طيب انا ضد، لانه كل مره بنحب بطريقه، وكل شخص يعني عنده طباعه، ما في قوانين بتقلنا كيف نحب. من هيك كل مره كل علاقه بيكون عندها طابع معين، طابع جديد بنكتشفه. اوكي ممكن انا اقول يلا يا برضو رومانسية. انا مع جزئيه من ابراهيم، انه عرفت معنى انه اما اشوف حد جاي من بعيد اتكهرب، ولغايه النهارده لما الاسم تتكهربي بيتقال بحس انه انا الاسم ده عزيز على قلبي قوي. وكفايه كفايه كفايه انه في ناس لغايه النهارده وانت سايقه كده تفتكريهم فتلاقي نفسك وشك بيضحك، انه ما ضروكيش في حاجه، لان كانت فعلا كل حاجه بريئه وكل حاجه حلوه في وقتها. انك تحب طبعا بتحب بعمق بعد كده، بس اقصد انه لا، اول حب زي ما انت قلت، اول مره تعرف ازاي نص ساعه تحب. واللي معشوش يعمل ايه؟ اللي معشوش دي نعمه من عند ربنا. انا بشوف انه تعرفي تحبي او تعرفي تبقي كده، دي نعمه من عند ربنا. يا مديرة الحوار لو سمحتي، بشار ظلم، اعطي له شويه فرصه. لو سمحتي في تداخلوا نص معه. دقيقه، نص دقيقه فرصه. يلا تفضل. ما تعيطش. خلاص مالكش فرصه. دخلنا على 10 من 10. علمي تعملي كنترول على حالك. انا ابغيك، انا هناك ابغيك. 10 من 10. عندنا بيارات وعندنا ابتسام. احنا النهارده المسابقه بتاعت البول اللي هتنزل، وبفكركم يا جماعه اما تطلعوا على الستيج، ابتسام خليكي معايا،
والشوكوليه. ايديكم ورا ظهركم. عايزين 10 موسيقيين غربيين. بيارات اختارت الجروب ده غربيين، 10 موسيقيين عرب. 10 موسيقيين عرب، مو بشربكوف روسي. يلا يا عريس وعروس يلا هقول لكم حالا هتبتدوا امتى، بس استنوا. اوكي 3 2 1 جو. ظافر الطريشه اكيد مو روسي. سيد درويش اكيد مو روسي. 10 بس مش اكتر، ما تاخدوش اي كلام وخلاص. رياض الصنباط تشيله. طيب نبتدي بمين؟ نبتدي ببيارات. ثانية واحدة، احنا بنقول موسيقيين غربيين، قولي لي. بيتهوفن. اوكي. فاغنر. ها؟ فيفالدي. ها؟ شوبان. يس. تشايكوفسكي. يس. 5. هول مشاكل. وايد جمعت هنا. ابتسام. فريد الأطرش. صح. سيد مكاوي. صح. سليمان العيسى. المذيع السعودي المعروف. لا. توفيق الياسجي. لا. هايني هانريتش. نو. محمد عبده. لا. طبعا. عبد الرحيم الشلبي. لا. مين بدر شلبي؟ الدين الحامد. لا. لا شيلين. رياض الصنباطي. قولي لي لا. صح. محمد عبد الوهاب. مظبوط. تعادل. بتساوي. الصنباطي اخر شيء كان. وانتهت الحلقة بالتعادل. الحمد لله. كانش فيه خسران وكسبان بالظبط. للأسف. يلا ما علينا. عموما نتمنى انه حسين تكون انبسطت معانا في حلقتنا النهارده. اكيد اكيد. اتمنى انت شفت أنتوا طبعا اللي الموضوع انبسطتوا كان عامل ازاي بذمتك؟ مش نجم الخليج ارحم كان تختار لهم اغاني بدل التجربه اللي انت عشتها معانا دي؟ لا والله هناك كان تعب، بالعكس تجربه حلوه اليوم. اتمنى انتم تكونوا مستانسين او مرتاحين مني، يعني ما تمام بتعبوا. تمام جدا. سامحوني كنت كله ضد انا على طول، ولكن لا ده الأسئلة رايك كانت رايك كلها- واكيد لازم نحترم اراء بعضينا. بنشكرك على وجودك معانا وبالتوفيق. عايزين نشوف اغاني كتير في الفتره ان شاء الله الجايه. طبعا بشكر كل زملائي النهارده ومشاهدينا. طبعا خلصت حلقتنا، نتمنى ان احنا نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقه جديده وضيف تاني هيكون في انتظاركم. تصبحوا على خير.